السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير، وحشتوني كتير قوي. انا جايلكم النهارده بفيديو يا رب يعجبكم. عملنا بقى ورز وسمك وطحينه وسلطه. كملوا بقى معايا الفيديو الاخر عشان نشوف عملنا الحاجات الحلوه دي ازاي. وبرضه هقول لكم على وصفه حلوه قوي لغسيل الهدوم، بقى هتعجبكم قوي. للي عنده صعوبه في غسيل الهدوم البيضه، تطلع مثلا معاه مش من لونها مش فاتح قوي. انا هقول لكم على وصفه ان شاء الله هتعجبكم قوي. كملوا معايا الفيديو الاخر. انا بقى كان عندي رز خلطه. لو انتوا تفتكروا في الفيديو الاخير اللي انا كنت عامله صلصه خلطه. فانا كان عندي رز خلطه. فقلت ايه بالمره، ايه بدل ما اعمل رز بقى صياديه او رز سمك، انا هطلع شويه رز واحط عليهم شويه ميه ومعلقه مثلا سمنه صغيره وشويه ملح وخلاص ايه. وهعمله خلاص. حلقت عليه على النار. فقلت بقى بالمره عندي جرجير، هغسله كده بشويه خل الاول واسيبه ايه يعني 5 دقايق، وبعد كده ايه هقوم جايه مصفيه. انا الطحينه زي ما انتوا عارفين انا دايما بعملها، بحط الاول دقيق. احط مثلا معلقتين دقيق واحط عليهم مثلا 4 معالق ميه واقلبهم كويس قوي لغايه ما يدوبهم في الدقيق، يدوب في الميه. وانزل عليه بالطحينه. الطحينه دي لو تفتكروا احنا كنا عاملينها معانا في رمضان. اللي عايز الوصفه هتلاقيها ان شاء الله موجوده في فيديوهات قديمه عندي، طريقه عمل الطحينه. بجد قاعد معايا ما شاء الله. شوفوا انا عاملاه من رمضان. احنا خلاص العيد الكبير اهو داخل، يعني ما شاء الله قاعد معايا زيادة عن شهرين ونص. كنت عامله برطمانين 2 ونص، لسه معايا نص البرطمان اللي انتوا شايفينه ده. انا بحب احط على الطحينه شويه ملح، بحب احط عليهم شويه 7 بهارات، بحب احط عصره ليمون او معلقه خل، شويه شطه صغيرين كده او شويه بابريكا، تخلي طعمها حلو قوي. يا سلام بقى لو انت عامله سلطه ومزوده السلطه بتاعتك سلطه خضراء مزوداها ميه وتحط عليها شويه ميه من تحت السلطه، يا نهار ابيض بتودي الطحينه في حته تانية. شايفين اهوت بحط الخل. مليكه طبعا انتوا عارفين مليكه ما بتسيبنيش، يعني هي كل شويه تعملي ايه يا ماما، جايبه كرسي كده بلاستيك صغير وواقفه عليه جنبي على الرخام. خلاص اهوت كان ما شاء الله القوام بتاعه تقل خلاص. بقى حطيت معلقتين الزيت، ويا سلام بقى لو معلقتين زيت زيتون. بس انا معايا زيت زيتون ان شاء الله على ما اجيب. هقلبهم بقى كده وايه واركنهم على جنب. وكده كده الرز اللي انا عاملاه خلاص يعتبر قرب يستوي. ووطيت عليه النار. انا الفيديو بتاع النهارده فيديو بسيط خالص. انا السمك اللي انتوا شايفينه دوت انا ما عملتوش في البيت. انا طلبته، يعني انا الراجل بتاع السمك اللي انا بجيب منه اصلا السمك وبعمله في البيت. انا عندي صداع بقالي فتره ماسكني مش راضي يسيبني. فبجد النهارده كنت مش قادره اقوم اعمل اكل. طب وبعدين يعني لو انا هستحمل اللي معايا في البيت هيجوعوا حرام عليا. فقلت بقى ايه، انا مش قادره اعمل رز، انا هطلع شويه رز خلطه من اللي عندي في التلاجة. يا دوبك احط لهم الميه والملح ومعلقه السمنه وخلاص. والسمك هيجي جاهز. يا دوبك اعمل شويه سلطه وطحينه وشكرا على كده. وخدت حبايه مسكنه وشكرا بقى يعني ايه. قلت ايه اعمل ايه، مش لازم النهارده بقى اعمل مجهود كتير يعني على ما الصداع ده يروح. اسكت بقى ما اسكتش. قلت بالمره وانا واقفه على البوتاجاز بعمل اكل، اما اعمل شويه شربات كنت هعمل كنافه. فقلت بالمره ايه اعمل الشربات بتاعها عشان تبقى ايه يعني سهله، يعني دوبك اعمل الكنافه وبعدين الشربات يبقى جاهز ما تاخدش مني وقت. انا بحب احط كوبايه نص سكر، كوبايتين الميه، وعصره الليمون. وقبل ما اطفي على على الشربات بحب احط عليه كيس فانيليا. يعني ما انتم شايفين ما شاء الله رز الخلطه والله العظيم طعمه كان تحفه. يعني بجد كان احلى من رز السمك اللي انا بعمله بالبصل. كان طعمه حلو قوي. زي ما تقولي رز مخدوم بقى بالسلطه بالطماطم والخضار والفلفل والبصل. لا كان طعمه بجد حلو قوي. كان خلاص هنا هو خلاص قرب يستوي. هديت عليه النار وسبته بقى ايه مع نفسه خالص. والشربات زي ما انا قلت لكم هو كان خلاص قرب يتقل. هحط عليه شويه الفانيليا، بيخلي الشربات بتاعنا مديله نكهه حلوه قوي. ده ايه يا ام مليكه، انت كنت عامله دلوقتي رز وسمك وسلطه وطحينه، في ايه ده؟ ايه اللي جاب البيض دوت والبطاطس هنا ورز الخلطه هو؟ انا هقول لكم. انا في واحد صاحب جوزي جه، كنت خلاص انا غرفت الاكل وخلاص هنقعد ناكل. لقينا بيرن الجرس. جوزي نزل فتح له. هو كان جاي له من القاهره، يعني جاي على طريق سفر. فقلت له الاكل زي ما هو خده وادخل الاوضه كده كل انت وصاحبك. طب ازاي انت تعبانه واخده علاج وكده؟ قلت له لا انا بص طالما انتوا كلتم انا كاني كلت. يهديكي يرضيك. قلت له والله العظيم انا واكله بس سمك النهارده، حلفت كمان. قمت جايه حاطه لهم الاكل.
ودخلوا كلوا يعني كلوه بألف هنا وشفا. حمدت ربنا للبيت، يعني بيتنا كان مسطول وكان في اكل. هو الضيف اللي جاي ده اصلا مش مستني اكلنا طبعا يعني، بس انا بحب اللي يجي بيتنا يعني الحمد لله يكون بيتنا فيه خير وياكل ويشرب. كنا عارفين الضيف اللي بيجي وهو ماشي بياخد الشر معاه. فانا يا دوبك الاكل دوت زودت عليه طبق رز كمان ومعلقتين وخلاص، ودخلته بقى الجوز الحمد لله كله يعني هو صح. اسكت بقى يعني الحبايه الحمد لله كانت شايله الصداع، اسكت بقى؟ لا ما اسكتش، ما صدقت الحبايه خلاص شايله الصداع. كان عندي شويه هدوم بيضه، انا بحب اعمل لهم وصفه حلوه قوي قوي بتخليهم بصوا بتخليه بيزهزه كده من النظافه. انا هقول لكم الوصفه دي دلوقتي. انا الاول قلت بقى يبقى بالمره كده ما اغسل شويه المواعين اللي موجودين، لاني ما اضمنش الصداع يرجع لي تاني ما اقدرش اقوم من مكاني. غسلت شويه المواعين مكان الغدا وغسلت البوتاجاز، وهغسل بقى شويه الهدوم اللي قلت لكم عليهم وهقعد بقى وشكرا على كده. الوصفه دي زي ما قلت لكم صابون شمس. صابون الشمس دي بتلاقيها في اي سوبر ماركت، عامله دلوقتي حوالي 5 جنيه وباتنين جنيه كربونات. صابون الشمس هبشر ربعها. المبشره ديت انا عاملاها يعني لاي وصفه للمساحيق او اي وصفه نظافه. المبشره ديت بشرت ربعها وحطيت عليها ب2 جنيه كربوناتو، هي كربونات الصوديوم، وقلبتها على بعضها وشغلت الغساله اهوت. هقوم جايه حطاها كده نازله بيها عشان ايه لما الغساله تشتغل الرغوه بقى يعني الصابونه دي تجيب نتيجه، تتفاعل بقى مع الاريال والميه وكده، فتطلع بقى الايه اي بقعه عندك في الهدوم البيضاء. الهدوم البيضاء عندك ما هيش لونها مغماء، بتفتح الهدوم قوي قوي قوي. الهدوم البيضاء دي بجد جربوا الوصفه بتاعه الصابون الشمس ديت، هتفرق معاكم 180 درجه في لون الهدوم. انا مليكه كانت لابسه الهدوم الفساتين بتاعتها دي، كانت لبستها كانت فيها كام بقعه كده، فقلت بالمره اغسلهم الاول عشان لونهم ما يتغباش. غسلتهم بقى ولما طلعتهم لقيت الحمد لله البقعه اللي فيهم كانت طلعت، وكان لونهم ما شاء الله مزهزه كده. جربوا الوصفه دي بجد هتعجبكم قوي. الفيديو بتاعنا يعتبر النهارده بسيط، حاجات بسيطه كده إيه، لان يعني الحمد لله يعني الحمد لله كله يجيب ربنا خير. الصداع ده مسك، قلت الحمد لله الاكل كنت برضو كنت عاملاه كويس، ما كنتش عامله مثلا اي كلام لا تعبانه، لا كنت الحمد لله برضو عاملاه شكله كويس. الحمد لله دايما ربنا يسترها معانا. عايزينكم تدعوا لنا دايما بالستر لينا ولعيالنا ودايما وبالصحه يا رب. ربنا يبصوا يشفينا كلنا ويحفظنا كلنا من كل شر. وده كان الفيديو بتاعنا النهارده، اتمنى يا رب يعجبكم، واستناكم ان شاء الله في فيديو جديد، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.